تلاقي واحد راجل ظروفه على قده شوية وتعبان وفجأة ربنا اداه، سواء بقى وارث سواء عن طريق شغله تعب كتير لغاية لما وصل للمستوى دوت. فتلاقيه اتغير وراح طلق مراته واتجوز غيرها او اتجوز عليها، او زي ما هي متجوزها ويعرف ستات كتير عليها داخل طالع مع ستات. طب انت بتعمل كده ليه؟ ليه لما ربنا اداك جيت على مراتك؟ هي مش مراتك دي اللي كانت واقفه معاك ومستحمله ظروفك وبتربي لك عيالك وكمان بتشتغل وبتساعدك بمرتبها؟ ليه تيجي عليها وتظلمها؟ ولا هي معاك بس على المره وعلى الحلوه لا نسيتها؟ وبعدين هل انت مثلا قمت اكتشفت النهارده الصبح ان مراتك دي مش حلوه مش عاجباك؟ برغم اني مقتنعه ان كل ست ليها جمالها الخاص، كل ست في حاجه بتميزها. وحتى يا سيدي لو مش حلوه، قدر وقفتها جنبك ان هي استحملت فضلت ساكته وما طلبتش الطلاق عشان الظروف دي. فانا بقول لكل راجل يراعي ربنا في الست اللي معاه لما ربنا يديه.